طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الأعزاء في كل مكان. من الفضائية الإريترية أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا المساء، وكالمعتاد نبدأها بأهم وأبرز العناوين. رؤساء الدول والحكومات يبعثون رسائل تهنئة بمناسبة عيد استقلال 29. إريتريا تحقق إنجازات كبيرة في برنامج التطعيم خلال 29 عاماً. تطور تنمية البساتين في عد قيح. منظمة الصحة العالمية تسجل اليوم الأسوأ مع كورونا. قلق أمريكي فرنسي بشأن الأوضاع في ليبيا وتأكيد على ضرورة وقف التصعيد. حصيلة ضحايا لإعصار أمبان في بنغلاديش والهند ترتفع إلى 84 قتيلة. مرحبا بكم. من العناوين إلى التفاصيل. بعث رؤساء الدول والحكومات إلى الحكومة والشعب الإريتري برقيات التهنئة بمناسبة عيد استقلال البلاد 29. وعبر خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي ورئيس جمهورية جنوب كوريا مون جاي إن ورئيس تركيا رجب طيب أردوغان في برقياتهم بموفور الصحة لفخامة الرئيس إسياس أفورقي والسلام والازدهار لإريتريا وشعبها الأبي. وأكد الزعماء عن رغبتهم وجاهزيتهم لتطوير علاقات بلادهم مع إريتريا وتعزيز التعاون الثنائي. في إطار المساعي الحثيثة والجهود الجبارة الجارية للسيطرة على الأمراض التطعيمية، حققت البلاد خلال سنوات الاستقلال الماضية إنجازات عظيمة ومشهودة. لمزيد من التفاصيل نتابع في سياق التقرير التالي والزميل محمد عبد الله أبو كفاح. في مقابلة أجراها مع وكالة الأنباء الإريترية إرينا، أوضح مسؤول برنامج التطعيم الوطني في وزارة الصحة سيد تيدروس يحدقو بأن البلاد حققت خلال 29 عاما إنجازات عظيمة ومهمة في برنامج التطعيم. وقدم السيد تيدروس توضيحا مفصلا حول برامج التطعيم، حيث قال أن أنواع التطعيم التي كانت تقدم في العام 1991 كانت 6 نوع، ونسبة تغطية التطعيم للأطفال دون السن الواحدة بلغت 9.4%، مشيرا إلى إضافة عدد من البرامج التطعيمية على مراحل وحسب الأهمية بداية من العام 2002 وحتى العام 2019 ليرتفع أنواع التطعيم إلى 13 نوعا، فيما ارتفعت نسبة التطعيم بحوالي 1000% لتصل إلى 98%. وأن هذا الإنجاز تحقق بوعي المواطنين ومنح الحكومة الاهتمام الأكبر للمجال الصحي والجهود الحثيثة المبذولة لتوسيع ونشر برامج التطعيم إلى كافة أرجاء البلاد، وكذا استراتيجيات وزارة الصحة وغيرها من العناصر المهمة. وذكر بأن حملات التطعيم الوطنية وخاصة المقدمة لما دون عمر السنة من الأطفال تساعد في تقليص الضغط على المؤسسات الصحية إلى جانب زيادة مناعة المواطنين. ويمكن مقارنة الإنجازات المحققة في برنامج التطعيم بوفيات الأطفال دون سن الخامسة التي كانت في العام 1991 بنسبة 153 وفاة من 1000 طفل، وقد تقلص هذا العدد في العام 2010 إلى 47 وفاة فقط. وأوضح السيد تيدروس بأن بلوغ التطعيم إلى مستوى أكثر من 95% عام 2008 والإدارة والتغطية الواسعة عام 2015 مكن إريتريا من الحصول على الجائزة العالمية في المجال الصحي. شهدت أقاليم الكاشبركة والأوسط وشمال البحر الأحمر تبرعات مالية وعينية دعما للجهود الحكومية والشعبية الجارية لمساعدة الجهات المتضررة من تعليمات أفرقة المهام العليا لمواجهة كوفيد-19. ومزيد من التفاصيل نتابع في سياق التقرير التالي بصوت الزميل أمير عثمان. تتواصل المساعدات الشعبية المالية والعينية لمساعدة المحتاجين في أقاليم الأوسط وشمال البحر الأحمر والكاشبركة. وقدم سكان عدم نجر بمديرية قال نفحي ب36 ألف نقفة و13 مؤسسات خاصة في مرحنة ب23 ألف نقفة ومواطن ب3000 نقفة، وفي عد شماقلة بمديرية بريخ ب74 ألف ب508 نقفة، ومواطن من سعد أنبا 5 كنتال فلفل أحمر وأكثر من 500 لتر زيت ومواد نظافة.
وقدمت القوات الجوية في إقليم شمال البحر الأحمر مواد غذائية بقيمة 168 ألف نقفة وزعت للمحتاجين في جزر جماهيلي ودربوشيت ودحل ودسي ونورا وسكان المنطقة الثانية في مصوع والمرافق التجارية في المنطقة ولجنة الاحتفالات الضرة بقيمة 47 ألف نقفة للأسر المحتاجة، وجمعية المخلصين الجماركيين وجمعية المرافق الخدمية وجمعية السلام التعاونية وتام أويل وفندق لونا ومصنع الإسمنت في مصوع وفندق كريستال أسمرة ومواطنين آخرين الضرة بأكثر من 63 ألف نقفة و14 شابا عاملا في المؤسسات الحكومية في ضاحية حرقيقو ب 2.5 كنتال ضرة. وقدمت جمعية المعاقين ذهنيا الضرة والسكر ومواد النظافة بقيمة 4500 نقفة ل10 أسرة محتاجة في مديرية مصوع، و3 متاجر دعما عينيا بقيمة 9710 نقفة. ووزع 174 كنتال من طحين الدقيق الأبيض والذرة والعدس والسكر و640 لتر زيت مقدم في مديرية أقردت ووحدات الفرقة العسكرية 69 للمحتاجين. كما تبرع جمعية أبونا أراغاي جابرييل وغور سماعتات مؤسستين لتوزيع البيرة والتجار في مدينة أقردت ب 120 كنتال ذرة و480 كيلوغرام بقيمة حوالي 97 ألف نقفة، وأعضاء جمعية سماعة دمبلاس في مدينة بارونتو مواد غذائية بقيمة 15 ألف نقفة. في غضون ذلك سمح السيد تركوبو كاساتا المقيم في سويسرا السكن المجاني لشهرين لأسرتين تستأجر منزله في مدينة بارونتو. ذكر خبير تنمية الخضروات والفواكه في مديرية عدي قيح السيد منقست أب أرأيا أن بساتين عدي قيح تسهم لسد متطلبات الأسواق واستقرارها. أوضح وجود أكثر من 223 مزارع ينمون الخضر والفاكهة في مساحة 700 هكتار ويسوقونها في مديريات الإقليم الجنوبي والإقليم الأوسط، ويعمل الدعم المقدم بالمبيدات والإرشادات لرفع الإنتاجية. وأفاد المزارعون عملهم الدؤوب لتطوير الإنتاج كما ونوعا منادين توزيع بذور البطاطا المحسنة لجميع المزارعين لنتائجها الجيدة. وثمن المزارعون الخدمات التي تقدمها الجرارات في ضواحي سافيرا ومسغولو زولا. قدمت جمعية معاقل حرب فرع الإقليم الأوسط مبلغ 1,000,000 نقفة نقدا لأعضائها المحتاجين. وأوضح رئيس فرع الجمعية في الإقليم الأوسط السيد حابتي تسفا ميكائيل في المراسم التي جرت اليوم 21 من مايو بمكتب فرع الجمعية أن الدعم المالي المقدم بطريقة مدروسة جاء بهدف إزالة مصاعب المعاقين المعيشية مع أوضاع وباء فيروس كورونا والتعليمات الصادرة لمحاربته. وأكد الأعضاء على الأهمية الكبيرة في هذه الآونة للدعم المالي للجمعية إلى جانب المساعدات الشعبية المقدمة. على الصعيد نفسه قدمت الجمعية الوطنية لمعاقل حرب مساعدات مالية وذرة وسكر وزيت لأعضائها في مديرية عدي قيح. من جهة أخرى ألقت أسرة المتوفي إمباية عند برهان إيجار شهرين ل5 مستأجر في عد قيح ولشهر واحد لأسرة واحدة، والسيد عبد القادر محمد علي لأسرة واحدة ل3 أشهر من شهر مايو وحتى يوليو 2020، والسيد أدحانم حقوس من سكان مألويا ل8 أشهر لأسرة واحدة، والسيدة جنت قبر قرقش لشهر واحد لمستأجرين، وأحد المواطنين لشهر واحد لواحد مستأجر. دعما لجهود وزارة الصحة للتصدي لوباء فيروس كورونا في البلاد والسيطرة عليه يقدم الشعب والشركات التبرعات المالية والعينية. تفاصيل ذلك في التقرير التالي بصوت الزميل قاسم أحمد.
يواصل الشعب الإريتري في الداخل والمهجر والشركات العاملة في إريتريا التبرعات للتصدي لوباء كورونا، وقد تبرع شركة جولدي ماونتن انترناشونال للتعدين $10,000 أمريكي، وشركة حوكان إريتريا للتنقيب $6,000 أمريكي، وشركة موقع قرص قمتة للجير 50,000 نافة، وجمعية تربية الأبقار بمنصورة 15,000 نافة، ومؤسسة لقس قبر مدهن للمحاماة والاستشارات القانونية 10,000 نافة، ومؤسسة كنزان يحيى وأبنائه 10,000 نافة، ومطعم كرافل 10,000 نافة، ومتجر عبد السلام نور أحمد للأحذية المطاطية شدة 5,000 نافة، وغالفاو بلاستيك لابوراتوري 5,000 نافة، ودبر سلام قدوس مكيل 5,000 نافة، وجمعية المرافق الخدمية في أفعبد 5,000 نافة، وفندق مرحبا في بارنتو 3,500 نافة، ومعرض محاري أبرهة للأثاثات 3,000 نافة، وطاحونة عد غشي 3,000 نافة، وشركة تخست قبر أب وأبنائه للبناء 3,000 نافة. وقدم 51 مواطن من أفعبت 97,670 نافة، وإدارة بلدة ماي من 78,910 نافة، وضاحية عدي ميرو 4,000 نافة، وضاحية دبر 5,802 نافة، وضاحية أي الطحل 6,000 نافة، ونارو أنس 4,500 نافة، وفلكة 4,000 نافة، وقلبوب 3,500 نافة، وقلامة 2,500 نافة، وشابيت وقبقب ومهداف 2,000 نافة لكل منها، وكبكب 3,000 نافة، وإدارة مديرية نافة 1,266 نافة. وتبرعت ورشة جرزجير هبت مريم بجزبان 3,000 نافة، وبقالة دنايت 3,000 نافة، وعدد كبير من المواطنين فرديا وأسريا 47,000 نافة، $500 أمريكي و100 يورو. وفادت السفارة الإريترية في ألمانيا بأن الجمعية التعاونية الإريتريين في مقاطعة أوفنباخ دراياش 10,000 يورو، والجالية في كايزر سلاوتر 7,000 يورو، والجالية في كارلسرو 5,000 يورو، والجالية في نورنبرغ 5,000 يورو، والجالية في فرانكفورت 3,000 يورو، والإريتريون في أولم 3,000 يورو، والجالية في مقاطعة فيتراو 2,500 يورو، والجالية في بون 1,000 يورو، والجالية في بيلفيلد 1,000 يورو، والجالية في هايلبرون 1,000 يورو، والجالية في ريغان 1,000 يورو، والجالية في هيدلبرغ 400 يورو، والجالية في فورسهايم 150 يورو، والجالية في هامبورغ 1,000 يورو، واللجنة الوطنية في مدينة كاسل 1,000 يورو، واللجنة الوطنية في فوبرتال 1,500 يورو. سادتي المشاهدين، هذه كانت أخبارنا المحلية. فصل قصير ونعود لمتابعة الأخبار على الصعيد العالمي. ابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا. على الرغم من توجه الحكومات العالمية لتخفيف الإغلاقات وإعادة الحياة تدريجيا إلى وضعها الطبيعي، إلى أن إعلان منظمة الصحة العالمية بشأن حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الأخيرة أثار المخاوف بشأن تفشي الوباء على نطاق واسع وإمكانية السيطرة عليه في القريب العاجل. وكشفت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل 106,000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم خلال 24 ساعة الماضية، وهو أعلى عدد من الإصابات في يوم واحد حتى الآن. وعبرت منظمة عن قلقها تجاه الوضع في الدول الفقيرة، في حين تواصل الدول الغنية الخروج من إجراءات العزل العام التي فرضتها في ذروة تفشي الفيروس. ويبدو أن فيروس كورونا الجديد بدأ ينقل هجماته القوية إلى الأمريكيتين بعد أن سجلت إصابات فاقت الآلاف في كل من الولايات المتحدة والبرازيل وعدة مئات من المكسيك. فاق عدد الإصابات في مستوى العالم 5,100,000 إصابة، بينها أكثر من 330,000 وفاة، خصوصا في أوروبا القارة الأكثر تضررا والولايات المتحدة، حيث أصيب أكثر من 1,500,000 شخصا. لكن عدد الحالات التي تم تشخيصها لا يعكس العدد الحقيقي للإصابات، لأن العديد من الدول لا تجري فحوصات سوى للحالات الخطيرة. 84 شخصا مصرعهم بعدما ضرب الإعصار أمبان بنغلاديش وشرق الهند ودمر المنازل واقتلع الأشجار ودفع بالملايين إلى البقاء في ملاجئ رغم مخاطر انتقال عدوى فيروس كورونا.
وحرم الملايين من التيار الكهربائي بعد مرور العصار المصحوب برياح بلغت سرعتها 150 كيلومترا في الساعة، واقتلع أشجارا وأعمدة كهرباء وجدرانا وأسطحا بحسب ما قال مسؤولون بدوا بتقييم الأضرار. وقمرت المياه الشوارع في عاصمة البنغال الغربية كالكوتا وغطت السيارات المركونة. وقالت رئيسة حكومة ولاية البنغال الغربية ماماتا بانيرجي للإعلام المحلي إن آثار الإعصار أسوأ من فيروس كورونا، مشيرة إلى أن عدد القتلى 12 على الأقل في الولاية. وأعلن مسؤولون في بنغلاديش مقتل 8 أشخاص بينهم صبي في 5 ومسن في 75 جراء سقوط أشجار. وغالبا ما تضرب الأعاصير سواحل بنغلاديش حيث يقيم 30 مليون شخص وشرق الهند، وقد تسببت بمصرع الآلاف في العقود الماضية. الخبر الأخير في هذه النشرة: تنظم التلميذة فجر حميد التي تبلغ 13 عاما فصولا دراسية في غرفة خشبية في قرية المقراقة بقطاع غزة للأطفال الذين ضاعت عليهم دروس منذ إغلاق المدارس في مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا. وتقدم فجر التي تأمل أن تعمل بالتدريس عندما تكبر دروسا في اللغة الإنجليزية واللغة العربية والرياضيات لمجموعة تزيد عددها من 4 تلاميذ إلى 15 تلميذا. وقالت فجر لوكالة رويترز قال والد فجر بأن بندر حميد والد فجر إنه وافق على الدور الذي تلعبه ابنته، وخلال الأزمة الصحية شرع المدرسون في قطاع غزة في إعطاء دروس عبر الإنترنت. أيها السادة المشاهدين، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية لهذا المساء، قدمناها لكم من تلفزيون دولة إريتريا. شكرا لكم على حسن المتابعة والاستماع، في أمان الله ورعايته.